مساحة بتجمع الفن والفكر وقصص الناس. مساحة صارت جزء من نبض المدينة وحركتها. من هالمنطلق بنستضيف اليوم رئيس الرابطة الثقافية لنحكي عن دور الرابطة، نشاطاتها وكيف عم تساهم بتعزيز الحضور الثقافي بطرابلس وإبرازها من جديد كمدينة معرفة وإبداع. أهلا وسهلا فيك دكتور وشكرا على الاستضافة. أهلا وسهلا فيك. كيف بتوصف اليوم دور الرابطة الثقافية بطرابلس؟ أولا شكرا على حضورك وعلى استضافتنا ببرنامجك. هذا البرنامج المميز اليوم اللي عم يغطي عدد كبير من المؤسسات الفاعلة بمدينة طرابلس. اليوم دور الرابطة الثقافية رئيسي بمدينة طرابلس على الصعيد الثقافي، الإنمائي، الاجتماعي، التربوي، السياسي، الأكاديمي. واكيد نحن متابعين كل هذه الشؤون بشكل دائم بشكل مستمر، وبنحاول قدر الامكان ان نحاكي الواقع اللي نحن عم نعيشه. يعني اليوم نحن ما فينا نكون مفصولين عن الواقع، كل النشاط اللي له طابع ثقافي وادبي ضروري ولازم اكيد، ولكن ايضا الانشطه والبرامج والمؤتمرات واللقاءات اللي لها طابع انمائي والها طابع بتحاكي مشاكل المجتمع اكيد لازم يكون في لها دور، خاصه بهذه الظروف الصعبه اللي عم يمر فيها طرابلس والشمال بشكل خاص ولبنان بشكل عام. شو النقطة اللي بتتميز فيها الرابطة عن باقي المؤسسات بالمدينة؟ يعني نحن بنقول شو نحن بنتميز بغض النظر اذا كنا نتميز عن مؤسسات او لا، او في بعض المؤسسات تتبع نفس الطريقه تبعتنا، ما بدي ادخل بهذه المقارنه، ولكن نحن اول شيء واهم شيء انه محافظين على مسافه واحده من كل مكونات المجتمع اللبناني على اختلاف تنوعهم الطائفي والمذهبي والسياسي والحزبي والمناطقي، وهيدي بنحرص عليها من تاريخ الرابطه لليوم، انه تكون هذه المؤسسه هي مساحه حوار وتلاقي لمختلف فئات المجتمع بدون استثناء، وهذا الشيء اللي نحن بعتقد انه نتميز فيه عن عدد كبير من المؤسسات. هل في مبادرات خاصة داخل الرابطة بموسم الأعياد؟ أكيد. نحن من امبارح افتتحنا يعني أنشطة بمناسبة الأعياد، وكان في عندنا عرض مسرحي لطلاب المدارس بقيادة فرقة الأستاذ موريس مصلي الفنان الكبير. عندنا ب 27 شهر كمان عندنا عرض أيضا للأطفال كمان بمناسبة الأعياد. عندنا عدة أنشطة ولقاءات، وبنشارك أكيد بالتعاون مع مؤسسات تانية بمناسبات لها علاقة بالأعياد أكيد. برأيك شو الدور يلي فيه المجتمع يلعبه ليخلي الرابطة أكثر حيوية ونابضة بالحياة؟ يعني نحن التكاتف المجتمع حولنا والمبادرات سواء الفردية أو الجماعية اللي بتقوم فيها عدد كبير من مؤسسات المجتمع المدني، والتعاون اللي بنقوم فيه نحن والجمعيات الأهلية والمدنية بالمدينة، كل هذا التشبيك بين هذه المؤسسات وبين الرابطة الثقافية بيعطي قوة، بيعطي قوة دفع وقيمة مضافة للرابطة لحتى تضل مستمرة بمسيرتها وببرنامجها وبأهدافها. ومثل ما ذكرت بالسابق انه نحن مساحة لكل هذه المكونات، لكل هذه الجمعيات والهيئات، انها كمان تقدر هي تعبر عن رأيها وتقوم بنشاطها واهدافها بكل حرية بقاعة الرابطة. الشباب هن طاقة المدينة، اليوم شو المساحة الموجودة لهم داخل الرابطة؟ كمان بالنسبة للشباب والصبايا أكيد كل المساحة متاحة لهم، وفي عنا نشاطات كتيرة لها علاقة بالشباب، وخاصة من موضوع المؤتمرات أو موضوع ورش العمل أو موضوع اللقاءات الشبابية، وهذا الشيء بشكل دائم بالرابطة. نحن يعني من الأسبوع المقبل بنفتتح شيء له علاقة بهيئة نصرة الأقصى اللي هي كلها شباب وصبايا، واللي عاملين شيء له علاقة بكل المواضيع اللي تتعلق بالاعتداءات الإسرائيلية الأخيرة على غزة. هذا كله نشاط شبابي بيستمر ل4 أيام تقريبا، إضافة لورش العمل اللي عم تتعلق بحقوق الطفل، حقوق العامل، حقوق المرأة، حق العمل، حق التعلم، فرص العمل، إضافة لبعض النشاطات اللي لها علاقة بالتدريب المهني والجامعي اللي فتحنا كتير نقاشات وكتير مواضيع حول هذه الأمور، خاصة بكيفية يعني إطلاع الجيل الجديد أو الخريجين الجدد على الاختصاصات الجديدة، الاختصاصات اللي بحاجة إلى المجتمع، ما نضلنا نروح على الاختصاصات التقليدية المتعارف عليها. فالشباب والصبايا لهم مساحة كتير كبيرة بالرابطة الثقافية أكيد. وشو أبرز التحديات اللي عم تواجهكم اليوم؟
يعني أنا بعتقد التحديات اللي عم تواجهنا بتواجه كل المؤسسات خاصة المدنية والاجتماعية اللي هي العوائق المادية بشكل أساسي، خاصة بعد الأزمة الأخيرة ووقوف كل المساعدات والتبرعات، وخاصة أنه نحن كرابطة ثقافية لن نتلقى أي دعم لا من جهة داخلية ولا من جهة خارجية ولا من أي جهة حزبية أو منظمة دولية أو أي شيء، بعكس الباقي الصراحة. ولكن بنحافظ على استمراريتنا بعملنا التطوعي وبإمكانياتنا الذاتية وبإيرادات أنشطتنا وقاعاتنا. وإذا بدك توجه رسالة لأهل طرابلس اليوم شو بتقول لهم؟ يعني أولا أنا يعني بقول لأهلنا بطرابلس الله يعينهم على الأوضاع الصعبة اللي عم يمر فيها المدينة على الصعيد الاقتصادي والسياسي والأمني والاجتماعي والتربوي، ولكن هذا الشعب شعب صامت صراحة. يعني نحن مر علينا مشاكل كتير كبيرة، حتى لما كانت أكترية المناطق اللبنانية هي بحالة استقرار أمني وسياسي كنا نحن عم نعاني من عدة مشاكل أمنية وسياسية ما بدنا ندخل على ذكرها. وأنا بعتبر إنه نحن لنا سنوات لليوم لسه ما ارتاحت هذه المدينة، ولكن نتأمل أنه يكون الأيام القادمة أحسن على المدينة وعلى أهلها. شكرا كثير لك دكتور، وإن شاء الله الرابطة بتضل منورة طرابلس. شكرا بوجودك. أهلا وسهلا. الرابطة الثقافية كانت وعم تضل نقطة ضوء بطرابلس، المدينة اللي حملت لقب عاصمة لبنان الثاني، مدينة العلم والعلماء، قدرت رغم كل الظروف تحافظ على روحها، ثقافتها وهويتها اللي بتميزها.